هقولك طريقة حلوة قوي تنضفي بيها الكبدة المتجمدة من غير ما تغسلها ولا أي حاجة. نسمي الله ونصلي على الحبيب، وما تنسوش لايك واشتراك في القناة ولايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. زي ما انتوا شفتوا في بداية الفيديو أنا كنت حاطة الكبدة في مصفى وعصر عليها ليمون بقشره بكل حاجة، وما شلت المصفى لقيته تحتها كده مية بدم كده زي ما انتوا شفتوا. تمام. ديت يا جماعة أنا بجيب الكبدة وبتقطع عصافير زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بعصر عليها ليمونتين 3 كبار وبحطها في مصفى واسيبها بقى تصفي كل المية والدم والحاجات اللي فيها اللي هي مش كويسة دي. لا بغسلها ولا بحط عليها أي إضافات، الليمون بيخليها تنزل كل حاجة فيها. بعد كده بجيب بقى طاسة صينية فيها كده 3 4 معالق من الزيت، بسخنها كويس جدا. ببدأ أشوح الكبدة بتاعتي. أول ما تغير اللون بتاعها ببدأ أنزل بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم، فلفل حامي وبارد، ويا سلام بقى لو حار كده وحراق تبقى الكبدة سبايسي وحلوة كده. بنزل كمان بمعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من السبع بهارات. تمام. بس كده، مش بحط اي حاجة. عايزة تحط بقى قرفة ناعمة حطي، مش عايزة تحطي مفيش اي مشكلة. انا عن نفسي بحب القرفة الناعمة عليها، بتديها طعم تاني خالص وبتخليها ريحتها وطعمها حلو جدا. فبحب احط معلقة صغيرة من القرفة الناعمة عليها. تمام كده. وممكن تحطي زنجبيل زي ما انا حاطة، لكن الاساسي اللي بيعملوه فلفل اسمر كمون 7 بهارات وخلاص. لكن بحب احط معلقة صغيرة قرفة ناعمة، معلقة صغيرة زنجبيل ناعم. ولو انت عايزاها حراقة بتحط بقى، او حامية كده وسبايسي تحط شطة، براحتك خالص. ده التوابل اللي انا بستعملها للكبدة يا جماعة، وتشمي احلى كبدة وتاكلي طعم خطير جدا. دقيقتين 3 بتبص تلاقي الكبدة خلاص بقت جاهزة معانا واستوت، وبقت كده ايه تمام التمام. محتاجة ايه الكبدة دي بقى؟ محتاجة يا اما فينو بقى تعملي سندوتشات عيش فينو، يا اما بقى ايه عيش بلدي. بعد ما بخلصها كده وبطفي عليها ساعة التقديم، ساعة ما بتيجي تحطها بقى على الاكل وتاكلي منها، بجيب كده ليمونتين 3 من الليمون وبعصر الليمون ساعة الاكل. بعد ما بتخلص كده وانا باكل بعصر على وشها كده ليمون وباكل. بألف هنا وشفا. متنسوش لايك واشتراك. سلام عليكم.